السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فريند؟ وحشتوني جدا. اول مرة اطلع معاكم بصوتي، جوزي وافق اخيرا ان انا اطلع بصوتي، يعني الحمد لله. انا هفرز بقى النهاردة الطماطم. انا جايبة 10 كيلو طماطم. تمام، قطعت القشرة من بره كده قطعة خفيفة، وعلى نار بقى متوسطة، ولا عالية ولا واطية، نار متوسطة. وهسيبها بقى شوية مع نفسها تتسلق. طبعا نزلت كوباية مية، كوباية مية كبيرة، وهسيبها تتسلق لحد ما تنزل المية اللي هي بتبقى صفرة فيها دي. طبعا المية دي بنصفيها، ما بنضربش القوطة بيها، عشان هو ده سر ان الصلصة تبقى غامقة كده ومدياكوا لون حلو، ان انتوا تشيلوا المية اللي لونها مصفر دي. انا طبعا طلعت منها شوية حلوين، شوية قوطة حلوين اهم، جامدة. دي بقى للاستخدام اليومي بقى، للسلطة بقى والحاجات اليومية يعني. تمام، انا هنا غطيتها، بس اول لما تبتدي ان هي تتسلق تشيلوا الغطا. بصوا بقى، انا طبعا طلعتها وشلت القشره من عليها وضربتها في الخلاط. انا بقى في هنا حاجه عملتها ونسيت اصورها. تمام، انا نزلت بشويه زيت الاول، سبتهم يتقطعوا، ونزلت بالصلصه، وبعد كده معلقه لورا صغيره مطحونه. اللورا المطحونه يا جماعه جميله جدا في الصلصه، بالذات في التخزين، بتخلي ريحه الاكل جميله جدا. يعني انتوا بتيجوا تستخدموها تحسوا بالفرق، جربوها هتعجبكم. تمام، بصوا بقى اللون والتقل. انا هنا بقى سبكتها نص تسبيكه، يعني ايه، يا دوبك غلت غلوتين، لان هي اصلا مسلوقه حلو، يعني يا دوبك غلت غلوتين كده وطفيت عليها. سبتها طبعا لما بردت، وابتديت بقى اللي انا اعبي في اكياس على حسب بقى حجم الكيس، على حد يعني على قد الطبخه. بصوا انا هنا خلصت بقى خلاص، عبيتهم في اكياس. ما تنسوش بقى تشتركوا واللايك وتفعيل الجرس والكومنت، واستنوا مني كل جديد. يلا باي باي.